السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على الجميع وكل عام وانتم بخير. بالنسبة لموضوعنا، أولا احنا الحمد لله ونشكره على هالنعمة. أول كان قديم، يعني يمكن شيء تعرفونه أو مر عليكم، بعض العوائل يمكن بعضهم ما يذوق اللحم إلا بعيد الضحية أو ببعض المناسبات مثل الزواج وغيره. أنا أتكلم عن بعض العوائل، يعني من الحول للحول بعضهم ما يذوق اللحمة. إن الحمد لله ونشكره بوقتنا هذا، ووقتنا هذا الحمد لله حنا بخير وبنعمة، والنعمة متوفرة، ووسائل التبريد أو الحفظ متوفرة. بس المشكلة إنه عيالنا ما يأكلون اللحمة ولا يدانون ريحة اللحمة بالبيت، والحمد لله كل شيء متوفر، ولا يأكل اللحمة الحين إلا كبار السن، ولا طبخة اللحمة بالبيت اكرهها، ولا البيت كله العيال وكرهها، ولا كله، وعساهم يأكلون من أكل البيت وطبخ البيت. لكن ما نقول إلا الحمد لله والشكر على هالنعمة. وبالنسبة لموضوعنا، أول شيء نبي نبدأ بالشريح. الشريح لا إله إلا الله. الشريح أول شيء هو لحم ني، لحم ني يقطع على شكل سيور ويملح، يخفف بقى التقطيع على شكل سيور شرايح، ويملح ينشرونه على أحبال، يصير يعني فوق مثلا ولا بعيد عن البساسة، يصير معرض للهواء، يطرق هالهواء على دام ينشف. لا نشف صار ناشف خلاص، عاد يحفظونه عاد بلا يمه بالرواشن ولا بمحلات يعني تصير مخفية. هذا بالنسبة للشريح. الشريح ما له دخل بالقفر. الشريح الحال اسمه الشريح الحال ولا القفر الحال، والحين بندخل على القفر. هذا الشريح لحم ني يملح وينشر على حبال، وهو على شكل شرايح يملح وينشر على حبال. هذا الشريح. نجي للقفر. القفر هو لحم مطبوخ، يطبخ طبعا بدون ماء، يطبخ بصل، يكثر البصل ويتقطع اللحم، يقطع وصال ويطبخ. وهذا القفر هم اللي أطبخوه، عاد ينشفونه يما على خصاف ولا على شيء ينشفونه لدام ينشف. طبعا ما بدون ماء، يطبخ بدون ماء، بس اللحم هو بصل بس بدون ماء. طبعا البصل يكثر شوي عشان تطلع الماء، تطلع من اللحم وتطلع من البصل الماء. هذا القفر هم يجون ينشرونه على خصاصيف ولا على شيء فرشي ولا شيء، ينشرونه لدام ينشف شوي، لأن ينشف برضه يشبكونه بالحبال، ينظمونه بالحبال ويرفعونه بالروشن ولا حتى أذكر وحنا صغار كنا ناكل منه اللي هو القفر هذا. هم ياخذون على قد حاجتهم للطبخ، ياخذون على قد حاجتهم. القفر غير الشريح ني، لحم ني، والقفر لحم مطبوخ. عاد ياخذون على قد حاجتهم، يما قطعتين 3، كل ما جالهم وقت عاد الطبخ مرقوق ولا قرصان ولا مطازيج، ياخذون لهم القطع اللي يحتاجونه. هذا القفر. الحميس هي نوع طبخ لحم إلى الحين إلى يومك هذا نسميه حميسة. الحميسة هي طبخ اللحم بس، لحم وبصل مع مرقه، هذه هي الحميسة. الحميسة اسم طبخة اسمها الحميسة. حميسة احنا نسميه، الأولين يقولون حميسة. هذا الحميسة ما لا دخل بالقفر ولا لا دخل بالشريح، كل واحدة لها مسمى وكل نوع له طريقة، اللي هو الشريح الحال
والقفر الحال والحميسة نوع من الطبخ. أما بالنسبة لأوديتسه يأخذون الشحم، شحم الضحية أو الذبيحة، ويقطعونه صيلات ويطبخونه بدون ماء. الشحم لحاله ممكن بس معه بصل، أو حتى بعضهم بدون بصل يطبخون بس الشحم لحاله، ويكسرون عليه النار، تصير بقدر كبير ويكسرون عليه النار. يقطعون مثلا كان هي شحمة سنام أو شحم ليايا، ولا يقطعونها بصيلات وبهالقدر ويلا يطبخون عليه، يكسرون عليه النار 3-4 ساعات على دام ينزل الدهن أو يتسمى وديتسه. هم بعدين يصفون وديتسه، تنزل وديتسه الحال، ويبقى القطع هذول تصير الناشفات، قطع الشحم هذه تصير ناشفات. هم ياخذون يشخلون، ياخذون المشخال يطلعون، هذه تسمى تسمى اللي هي أوديتسه، وش اسمه الخلع، يسمونه الخلع. الخلع هذا اللي يجيك تقل فشار صغيرات مقرمش ذا، ياخذونه ويبسونه ويستفيدون منه، إما للطبخ، طبخ جريش، ولا الطبخ المرقوق، ولا مطازيز. وكانوا يأكلون منه بعد، يأكلون منه ني، كنا ناكل منه، ناخذ من أول يحط بمطبقية ولا شيء، ونيجي ناخذ منه هو اللي هو الخلع ذا. وأوديتسه برضو تحفظ ويستخدمونها للطبخ. أوديتسه اللي هم من الشام ما يعرفون من أول الزيوت هذه النباتية، ولا أستغفر الله العلي العظيم عن الكلمة هذه، ما جتنا إلا مشاكل ولا أمراض إلا من هالزيوت والغثة والغرابين. والغريب إن لا سوينا أوديتسه بالبيت، ولا زينا أوديتسه مثل ما قلنا أول، إن عيالنا يكرهون الطبخ ويكرهون البيت كله من ريحة أوديتسه هذه، ما غير عايشين على الزيوت النباتية اللي ما جابت لنا الأمراض اللي هي. وإذا أحد عنده مثلا مداخلة أو يبي يدلي بدلو يتفضل ويفيدنا. هذا اللي عندي، ويعطيكم العافية جميعا، تشكرون على التفاعل.